بينما كان النجوم يتقدمون على السجادة الحمراء لحفل الكرة الذهبية 2025 برفقة زوجاتهم وشركاتهم، دخل عثمان ديمبلي وحيداً. في الواقع ديمبلي متزوج منذ ديسمبر 2021 من شابة مغربية تدعى ريما. حين تعارفا كانت من أبرز صانعات المحتوى على تيك توك بمتابعة تجاوزت ال1,000,000. اليوم يتابعها أكثر من 15 مليون شخص، ولكنها لم تظهر وجهها قط، إذ تفضل الظهور بالحجاب في صورها ومقاطعها، محافظة على خصوصيتها وبعيدة عن الضجيج الإعلامي. منذ انضمام ديمبلي إلى النادي الباريسي لم تشاهد ريما في أي مناسبة رياضية أو إعلامية. اللاعب حرص دائما على إخفاء حياته العائلية، لا زوجته ولا حتى ابنتهما ظهروا في العلن. ولكنه قطع وعدا خاصا: في حال فوزه بالكرة الذهبية سيكشف عن أسرته لأول مرة، وقد أوفى بوعده في باريس ليلة التتويج، حيث ظهرت ريما وابنتهما إلى جانبه بلا استعراض، بلا عدسات مركزة، فقط لحظة إنسانية حقيقية لعائلة أرادت أن تبقى في الظل، ولكنها أضاءت المنصة بحضورها.